السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله بإذن الله. النهاردة بقى ان شاء الله بقى كده هنعمل ايه؟ أكلة اقتصادية وخفيفة وعلى قد الإيد كده. هنعمل بقى النهاردة شوية مسقعة بقى ايه، يعني بص، فوق الخيال. تمام. واللهم صل على سيدنا محمد. وهقول لك بقى على شويه حاجات كده بتعمليهم وانت بتقلي البتنجان ده، تخليه ما يشربش ولا نقطه زيت. والله عظيم وعن تجربه، وانا وريت عملت معاكم فيديو قبل كده. حبايب قلبي، لو وصلتوا معايا لغايه هنا واول مره تتفرجوا على القناه بتاعتي، يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله باذن الله يوصلك مني كل جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى انا ايه بقى مسخنه الزيت طبعا جامد للبتنجان، ايه عشان ما يشربش البتنجان ما يشربش زيت منك. ايه بقى المكون اللي انا بحطه؟ لو عندك اي دقيق ذرة. انا على فكرة والله عظيم، يعني هي دي جت معايا بالصدفة كده، يعني انا اصلا ما كنتش اعرف ان التكاية دي هتعمل كده، بس انا لما رشيت عليه دقيق الذرة فرقت جامد، والبتنجان طالع ناشف والله العظيم وجميل، ومش شارب ولا نقطة زيت. وبرضك هتشوفيه معايا في اخر الفيديو برضه. زي ما انت شايفة كده، اجيب اللهم صل على سيدنا محمد، دي الذرة، وارش كده عليه من يمة دي واليمة دي، وبتقلي والزيت بيفضل نضيف لغاية اخر بتنجانية. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، البتنجان شكله عامل ازاي والله العظيم. يعني انت جربيه وشوفي، لو شرب معاكي نقطة زيت قوليلي في التعليق. ماشي. انا كده بقى ايه بركنه كده في جنب كله كده، يعني الملوى الاولانية بركنها في جنب، وبكمل بقية الطاسة بتنجان. أكلة اقتصادية كده وعلى قد الإيد وموفرة والله العظيم، والبطن ما بتشكرش يا ولاد. وايه واي حاجه بنقضي بيها الغرض وخلاص، وربنا يديمها علينا يا رب نعمه كده ويحفظها من الزوال ان شاء الله باذن الله. طبعا انا في ناس بتعمل المسقعه ديت بطماطم مفرومه في الخلاط، وفي ناس بتعملها ايه حتت صغيره. انا بحب الايه الح... فانا يا حبيب قلبي ايه بحب اقطع اللي هي الطماطم، اقطعها حتت صغيره كده مع الفص الثوم، وكده بتبقى المسقعه 10/10. في ناس برضك بيعملوها زي ما قلت لكم اللي هي الطماطم مفرومه في الخلاط، برضك بتبقى حلوه كل حاجه، بس كل شيف بقى وليه طريقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انت بتشوفي كده بقى، يعني انا بحمر الشويه الاولانيين دولت واركنهم في جنب، واكمل بقيه الطاسه ايه لو في بتنجان تاني ولا حاجه بحطه بقى في قلب في الجنب كده، عبال ما ارص الرصه تكون ايه الشويه اللي انا قلبتهم على اليمه التانية بقوم حلوين. بصوا والله عظيم، بصوا شكل الزيت، يعني والله عظيم ما هوش وسخ ولا اي حاجه. وشوية الدقيق الذرة دول بجد بيفرقوا جامد في القلي البتنجان. حتى لو انت مش هتعمليه مسقعة برضك وقلياه كده، يعني تاكليه جنب اي اكل برضك، يعني بيبقى حلو، يعني مش شارب زيت، وبص جميل والله. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا الله، وادعوا لي دعوة كده حلوة من قلبكم كده ان ربنا يكبر بخاطر ان شاء الله باذن الله، ويرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب ان شاء الله باذن الله. هنا بقى انا جايبه الطماطم اهي بقى، هقطعها معاكم حتت صغيره هي زي ما انتم شايفين. وطبعا ايه بقى يعني بسويها جامد بقى مع الزيت والتومه، يعني بتبقى بصراحه حلوه كده مع في المسقعه. ومع بقى انا بحطش عليها برضك اللي هو المسقعه بعملها بالبتنجان والشطه الخضراء بس، مش بحط. في ناس بيحط بطاطس، وفي ناس بيحط كوسه، في ناس بيحط كل حاجه. اه في ناس يا جنى بيحطوا كوسه وبيحطوا كل حاجه. بس انا يعني ايه انا كنت بعملها كده الاول، بحط عليها بطاطس وبتنجان وشطه. بصراحه ما بقيتش احط بطاطس، يعني هي بالبتنجان والشطه لقيتها احسن يعني. وطبعا كل حاجه حسب الرغبه بقى. ننضف بقى يا حبايب قلبي كده حوالين ما احنا ما بنعمل ده، طبعا مديه وكده وقع على البوتاجاز، فاحنا ايه اول باول كده نرتب ورانا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
هو كده فاضل طماطمتين اتنين كده، يعني انا عامله حوالي ايه يجي نص كيلو طماطم كده على البتنجانتين اللي انا قليتهم دول، زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايب قلبي. هنا بقى انا بلم بقى الحاجه اللي انا كنت مقطعاها كده على البوتاجاز مطرح الطماطم، وهحط بقى ايه الشطه. طبعا انا بقطعها ايه انصاص كده، ما بحطهاش سليمه، وساعات بردك بقطعها كده شرايح كده مدوره بردك في قلب الزيت. بس انا بقى ايه هعمل بردك، انا كنت سلقه بطاطس سلقاها كده، وبحب اعملها صوابع كده ايه صوابع مسلوقه وبحمرها في قلب الزيت. والله العظيم كانت اكله جميله يا ولاد والله، بتبقى حلوه بقى جنب حته مخلل حته لفته مش عارف ايه، بتبقى جميله وبنقضيها والله اي حاجه الحمد لله. بص بتسلقي البطاطس بقى كده وبتقطعها كده صوابع، او ممكن تقطعها مدوره زي ما انت عايزه. الحته اللي هي بتنزل معايا سليمه بقليها، واللي مبتنزلش سليمه بهرسها. بص زي ما انت شايفين كده يا ولاد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عامليني في الساعه دي صل يا ولاد، على الجو محمد. تلج والجو ساقع قوي. الشتا بقينا هيعمل معانا عمايله السنه دي ان شاء الله كده. ربنا يا رب يسترها ويعديها على خير يا رب. هنا العين كانت انطفت وانا مخدتش بالي. هحط بقى هنا شويه زيت بقى مع حته التومه، والتومه تحمر يعني مش قوي، وبعد كده احط عليها بقى الطماطم ايه تتسبك كده مع بعضها، واقوم بقى ايه مفضيه البتنجان بقى لما الطماطم كده تتسبك. ممكن برضك يا ولاد تقوليلي في التعليق برضك انتوا بتعملوا مسقعه عندكم ازاي، بطماطم ولا بتعملوها ازاي؟ بصوا برضك دي برضك انا كنت بطاطس دي صغيره سلقاها برضك وايه وعاملاها برضك ايه، يعني هي البطاطسية اسمها نصين بس، يعني انا حمرت شويه صوابع وحمرت شويه زي دول كده. الاكله دي والله العظيم بتبقى جميله في الشتاء بجد. عبال دي ما تحمر بقى تكون الطماطم اتسبكت كده وايه واحط عليها بقى البتنجان والشط. هنا بقى بحط بقى شويه فلفل اسمر وشويه ملح وشويه توابل صغيرين كده وشويه كمون بقى بتدي طعم حلو في المسقعه. بص الشطه اللي قدامك اهيت انا ايه اسمها نصين بس. طبعا هنا بقى انا بحمرش البطاطس دي قوي، يعني يا دوبك بس ايه تصفر كده، واقوم مطلعاها من الزيت رش عليها بقى شويه دقه كده، وتبقى احلى غدوه والله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لو الفيديو بتاعي حبايب قلبي عجبكم يا ريت ما تنسونيش بدعوه حلوه كده من قلبكم، وفضلا وليس امرا ان اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس، عشان انتوا عارفين ان اللايك يا ولاد بيدعم القناه. وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا كده يكرمني كده ويكبر بخاطري يا اولاد كلنا يا رب. ربنا يكبر بخاطرنا جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، ويرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا. طبعا انا غطيتها بقى عشان انتوا عارفين ان هي بايه بتطرطش الزيت وكده بتبهدل الدنيا يعني، فانت لازم تغطيها عشان ما تبهدلش حواليك. هنا بقى الطماطم اهي بقت كويسه اهيت، يعني استوت وبقت حلوه. لا حول ولا قوه الا بالله. هحط بقى البتنجان بقى وهرسه كله في قلب بعضه كده، وهتاكلي احلى شويه مسقعه والله العظيم. بكده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم، وما تنسونوش في اللايك يا حبايب قلبي.
انا هقلبها كده اهو في قلب بعضها كده، وهي كده تبقى خلاص. هشوفها حتى والله العظيم يعني ما فيش زيت كتير في قلب المسقعه بسبب شويه الدقيق اللي انا حطيتهم عليه، ولا ملح ولا اي حاجه خالص. ايه رايكم بقى في شكل المسقعه؟ جميله جميله والله العظيم. دي بقى الحتت البطاطس اللي كانت ايه يعني بتطلع من البطاطس اللي انا كنت بخرطها عشان اعملها ايه صوابع. هعملها برضك بحته تومه كده صغيره، وهرسها في قلب بعضها وتبقى بقى النهارده غدانا بقى شويه مسقعه وحته البطاطس المهروسه دي بتاع دي بقى يا ولاد. دي الهون ديت بص جميله والله العظيم، لو جبتولي مليون هرداسه من اللي هي بلاستيك واللي طالعه جديده دي ما بستعملهاش، انا بحب استعمل ده. ايه رايكم بقى يا ولاد؟ تعالوا اتغدوا معانا بقى النهارده بألف هنا وشفا على اللي هياكلوا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.